يا رجل شوف الشكل، او ماي جاد شوف الشكل، مشروب غازي مرة بطل شكله، واو. أعزائي المتابعين أينما كنتم، متيم بن عبد الله is back. أسعد الله مساكم صباحك سعر متابعين، أكتب متيم بن عبد الله بهذا الفيديو الجديد والجميل والرائع والحريقة اللي من خلاله متيم وش بتسوي في هذا اليوم؟ في هذا اليوم بنرجع إلى سلسلة، طيب فيديو جديد لسلسلة. اليوتيوب نهض من جديد، اليوتيوبرز القدم عادوا، كل الناس الرهيبين عادت، متيم بن عبد الله is back. شوفوا عاملين زبدة في فيديونا لهذا اليوم. حابين نجيب سلسلة مرة قديمة عندنا ومرة مشهورة والناس مرة تحبها، اللي هي سلسلة نحول أي مشروب إلى مشروب غازي. وهذه السلسلة بصراحة مرة كويسة وفي ناس كثير قالت متيم مسويها، ولكن أنا الآن في المملكة العربية السعودية في هذه الفترة، فمن الصعب جدا علي إني بصراحة أسوي هذه السلسلة بالشكل اللي أنتم تبغوه، أو إني أجيب أي مشروب وأحوله إلى مشروب غازي. بصراحة كانت صعبة مرة إلى اليوم، لأن اليوم صار شيء مرة بطل. ولكن قبل لا نجيب الشيء هذا ونوريكم احنا كيف نسوي المشروبات هذه بنحولها لمشروبات غازية، خليني اشرح لكم انا كيف كنت اسوي المشروبات الغازية. طبعا الناس اللي ما تعرف او الناس اللي ما تتذكر، انا كنت استخدم هذه الآلة اللي هي من ماركة درينك ميت، وايضا كان في واحدة ثانية من ماركة سودا ستريم. هذه الآلتين طبعا احط فيها المشاريب هذه، اما انه يكون ماي واضيف عليه مشروب مركز، او انه مثل هذه الآلة انه مباشرة احط عليه المشروب ويتحول الى مشروب غازي. ولكن الصعب والمستحيل هنا هو اني انا لما كنت في امريكا كان في شيء ينحط هنا في هذا المكان، اللي هو كان اسطوانة CO2 او ثاني اكسيد الكربون. الاسطوانة هذه هي اللي تحط الغاز في المشروب وتحوله الى مشروب غازي. المشكلة الكبيرة اللي واجهتني هي ان هذه ما هي متوفرة. انا لما كنت في امريكا كان مرة سهل علي اني اخذ الاسطوانة هذه بعد ما اخلصها اوديها تارجت واجيب واحدة ثانية مقابل $9، اي مقابل 35 34 ريال، وتدوم معي فترة مرة طويلة. ولكن لما جيت هنا وبحثت عنها لاحظت بان انت ما تقدر تستبدلها. الشيء الوحيد اللي تقدر تسويه هو انك تشتريها، وفي نفس الوقت الماركة ما هي اصلية، ماركة ما تدري هل راح تكون بنفس القوة، هل راح يكون فيها نفس الكمية، لا. وفي نفس الوقت راح تدفع من 100 الى 300 ريال عشان تجيب الاسطوانة الواحدة، فبصراحة سعرها مرة غالي يعتبر. فلذلك هذه الآلة الآن تعتبر غير نافعة وانا ما اقدر استخدمها. فلذلك لما كنت في البقالة امس وكنت قاعد اشتري مشروباتي المفضلة اللي انا احبها، لاحظت مشروب جديد من انتاج شركة ريتا. المشروب هو ريتا بلاك. ريتا بلاك زي ما تشوفوا هو الصودا حرفيا بدون نكهة، مياه فوارة، ان هذا سباركلين واتر او مياه غازية بقيمة ريال واحد، والعلبة فيها 240 ملي لتر. اي ان انا ما احتاج اجيب الآلة هذه واسوي المياه الغازية عشان احط معها المشروب المركز، لان هذه موجودة هنا واقدر اسوي مشروب غازي. فيديو ما ادري ايش ما يحتاج تعصب اخوي، ما يحتاج تعصب. انتظرني وافهم معاي واعرف البحر اللي احنا راح نبحره. انت عارف انا النكهات اللي عندي في اخبار ستور وش هي؟ ما راح اقول ان هذا اعلان، بس انا حرفيا الان بمقدرتي هنا على هذه الطاولة اني احول اي نكهة ابغاها الى مشروب غازي. تبغى فراولة؟ موجود. ليمون كرز، ليمون كوكونات، عنب، اكاي، دراجون فروت، كلها تقدر تسويه. وما خلصنا. وايضا عندي النكهات هذه كلها، فلذلك اليوم يعني اتمنى نقدر نسوي منها كميه. فخلينا اول شيء نسوي الليمون لايم من سانكست. شركه سانكست هي اساسا شركه تسوي المشروبات هذه، فراح نسوي مشروب من هذا. اللي راح نسويه هو اننا نجيب المج اللي نبي نستخدمه، علبتين من هذه. اتمنى الكميه اللي عندي تكفي بصراحه، لان الظاهر اني شريت 16 حبه بس. اللي عليك انك تسويه الان هو ان انا حاط تقريبا 180 الى 100 ملي ماي هنا، فتجيب النكهة. أنا ليش حطيت؟ لأنه هو أساساً النكهة هذه تستخدم معاها 500 ملي أو نص لتر، فأنت لما تحطها في 100 ملي بس هنا راح تخليها مركزة بشكل مو طبيعي، فأكيد إنها راح تعطيك نكهة جداً مركزة، بحيث إنه لو خلطها أنت مع ال 400 ملي أو أقل، يعني ما راح نحط العلبتين كاملين أكيد، راح يعطيك مشروب يكون مرة مركز. خلنا أعلمكم الحين عشان لا تخسر الغازات وانت تصب المشروب نفسه. اللي عليك تسويه هو انك تسوي هذا كذا، تجيب هذا كذا، زي ما تشوفوا بان الغاز مو قاعد يطلع، لان كميه الغاز اللي قاعد تطلع قليله جدا جدا جدا. وراح اوريكم بعد شوي بان هذا المشروب ما زال محتفظ بتقريبا كل الغاز اللي فيه، زي ما تشوفوا ما زال غازي جدا.
فنجيب شيء ثاني الان. طبعا شركة ريتا ما حد يمدح مشروباتكم قدي. يوتيوب ازباك، متيم ازباك، شخبار على الملايين. سبونسر مي، كلموني، تلفوني موجود في ايميلي في الديسكربشن، كلموني. انستغرام، فيسبوك، تويتر، ما ادري يعني الزبده. اوكي، وهذا ما راح نحطها كامله عشان يكون في مكان الى مشروبنا. احس ان هذه كفايه الكميه. اوكي، الان نجيب مشروبنا نفسه هذا طيب ونحطه هنا. طبعا انت الان ممكن تقول متيم الحين مع الحركه هذه ممكن انه اختفى الستيم اللي فيه او الغاز. ابدا، خلينا نوريك، ما زال مشروب غازي جدا. فنقول بسم الله ونجرب. اوه واو، اوكي مره حلو. واو، حرفيا انا الان سويت مشروب مره رفرش، طعمه مقارب للحمضيات جدا، اللهم انه بدون سكر او فيه يقول لك هو حط سكر اذا تبغى انت، بس على الاغلب انه هو بدون سكر. يعني المشروبات هذه تكون بدون سكر، يا بدون، زي ما تشوفوا مكتوب فوق هنا زيرو شجر، ولكن طعمه حرفيا الحمضيات اللي بسكر يعني. واو، مره غازي، مره حلو، مره كويس. ولكن بصراحة أنا ما أبغى نكهات عادية، أبغى أشطح بأشياء مختلفة، فلذلك الحين خلينا نجيب نكهة ثانية ونجربها. بس أول نغسل هذه ونجي. اوكي، الان خلينا نروح الى مشروب مختلف شويه، اللي هو من انتاج شركه سونيك. هذا المشروب معروف مره وانباع لفتره في شخبار ستور. بصراحه مره كان يعني هيت انه خلصت الكميه كذا في وقت غير ما حسيت يعني، فجأة كذا انتهت. ولكن الناس اللي تبغى تجربه راح يكون موجود. هذا اشهر سلاش موجود عند شركة او مطاعم سونيك، اللي هي مطاعم مرة مشهورة ومرة معروفة، والسلاش حقها معروف على مستوى عالمي، ومعروف بانه واحد من افضل انواع السلاش اللي موجودة. اوكي، هذا راح نحاول نفكه بدون ما اطبع في يدي، لان هو اساسا يطبع في اليد بشكل مرة مو كويس. اوكي، خلط الان المشروب هذا بنكهة الليمون بريز اللي على جنب الان. زي ما شفتوا المشروب هذا تقريبا الان كلفني 3 ريال، ولكن حرفيا انا قدرت اني اسوي النكهات اللي ابغاها، وراح تشوفوا النكهات اللي راح نشطح فيها، الاشياء اللي من جد بتقول انه ليش هذه النكهة موجودة او منو يشرب هذه النكهة، لان النكهات اللي بوريكم اياها وراح نجربها تكون شيء جبار. اوكي، بسم الله. حلو، تقريبا علبة ونص، اي ريال ونص راح يكلف كل اللي هو كل مشروب. هذا المشروب طبعا جدا اخاف منه انا، لان لونه جدا مركز وقد طبع في يدي من قبل. طبعا هذا ايضا بدون سكر، هذا نكهته توت، ليمون ازرق، توت، ليمون اخضر، ليمون اصفر، وكوكونات او مياه جوز الهند. ايضا اجين المشروب ما زال مليان مرة من اللي هو الغازيات، فبسم الله، او يعني غازات. بسم الله. واو، طعم الكوكونات فيه جبار. انا جربت سلاش، جربت مشروب عادي فلات، بس كمشروب غازي واو، مرة حلو. تركيزه صار مرة كويس، حرفيا لما تشربه ما راح تعرف يعني. اذا سويته بالكميه اللي انا قلتها، استخدم تقريبا 350 مللتر مياه غازيه و100 مللتر ماء عادي علشان تخلط فيه المشروب، لان لو حطيت المشروب دايركت على المياه الغازيه ممكن تفوض، فما نبغى نجرب هالشيء احنا. حرفيا انت سويت مشروب مره حلو، مره لذيذ، مكانك انت ما تحركت، نايس مره. واو. الناس اللي ما تبغى تجربه في شخبار ستور، جربه مع تانك، حط كميه تكفي نص لتر ماي اللي هو من التانك، كاس فيه 100 مللتر، واخلط وجربها مع مياه غازيه. هذا اتوقع موجود في اي مكان. او ماي جاد، مره حلو، ما قاعد ابالغ، مره حلو. الاول بصراحه بعطيه 6 7، نحس عادي. هذا 9.5، مره لذيذ. اوكي، الحين بوريكم عشان الناس اللي ما تصدق انه هو مليان غاز لسه، بوريكم وانا اصب هذا المشروب في السينك عشان تشوفوا كميه الغازات اللي بتطلع. اوكي، شوفوا الان كميه المياه الغازيه اللي بتطلع لما اصب المشروب في السينك. صدقتوا؟ الآن خلونا نروح إلى مشروب أنا شخصياً أعرفه، وأنا شخصياً بصراحة مرة أحبه وكنت مدمنه في أمريكا، اللي هو الكراش برتقال. المشروب هذا بدون سكر، 6 حبات. أتوقع إنه بيتوفر في شخبار ستور، ما أدري بصراحة متى، ولكن يعني الآن خلينا نفوكس على إننا نسوي المشروب. أوكي، أنا أحبه بصراحة. الكراش برتقال كان من المشاريب اللي بصراحة عزيتها جدا في أمريكا وحبيتها، وكنت دائما أشربها يعني. طب إذا ما خاب ظني هو موجود في الكويت، في الإمارات، يعني في دول موجود فيها ومتوفر فيه. ولكن الآن اللي علينا نسويه هو أننا نجيب 2 من هذا ونحاول لنا مشروب غازي. تخلطه. طبعا هذا المشروب لا تفكر تشربه، أنا جربت من قبل وكرهت حياتي بشكل مو طبيعي يوم إني شربته. بحط كمية أقل من اللي حطيناه في المرة الأولى.
بيرفكتو. اذا اعطاني بصراحه نفس لون الكراش برتقال، يعني المشكله انه ما في مشروب اقدر اقارن فيه. اند او ماي جاد، حرفيا نفس اللون، حرفيا نفس اللون بالضبط. او ماي جاد، بسم الله. واو واو واو. اوكي، نفس الطعم بالضبط بس بدون سكر. انا ما ادري شلون بدون سكر، بس انا نفس الطعم. او ماي جاد، هلو بيج بوي. اوكي، نفس الطعم بالضبط، اعطاني نفس التجربه، مره مليان كاربونيشن. طبعا في ناس تقول متيم، المياه الغازيه موجوده من زمان وفي كل مكان، صح ولا لا؟ بقول لك انه ياس، كلامك بصراحه جدا صحيح، ولكن المياه الغازيه او سباركلينج واتر بشكل عام ما هي موجوده في كل مكان، ما هي موجوده في البقالات العاديه، ما هي موجوده لنفس البربس اللي ريتا سوت هذا المشروب عشان انه هو حرفيا موجود في كل مكان. زائد الطعم المر اخف هنا بكثير من المشروبات اللي جربتها المياه الغازيه، اللي هو طعم الكربونيشن نفسه. هذا شيء بصراحه يعني انت تبغاه، يعني تبغى ان المشروب هذا يكون موجود في كل مكان. زائد ان المشروبات الغازيه او المياه الغازيه الغرشه الصغيره ال 300 400 ملي قيمتها تقريبا 6 7 ريال توصل، بعضها 10 11 ريال، بينما هنا بريال. اي ان انا اقدر اسوي مشروبي الغازي اللي مره حلو في اسرع وقت في اي مكان ابغاه. اند او ماي جاد، يا ان الان ودي نشطح. تعال في مارغريتا. او ماي جاد، في مارغريتا. يا هو واضح شنو مشروبنا الجاي، مارغريتا اتيز. خلينا نغسل هذا ونجي نشرب. اوكي مارغريتا، هذه الماركه اسمها مارغريتازفيل. جربنا من قبل منها اتوقع بينا كولارا وكان مره سيء. بس هذا اوكي مارغريتا او بدون سكر الظاهر، يا زيرو شوجر، المفروض انه يكون افضل. نجرب. اوكي المارغريتا حرفيا هذا كتركيز اكثر واحد، يعني حسيته صار مركز زي ما تشوفوا انه في ترى كربونيشن مره عالي في المشروبات هذه، ما هو شيء هين يعني، خصوصا مع الحركه دايجونالي ما ادري ايش هذه بور، بيعطيك شيء جبار. بسم الله. اوه ماي جاد، مرة حلو لأنه مو حالي، ما في طعم السكر، يعني ما يحط لك مثلا ستيفيا أو شيء وتحس طعم، نو ما في سكر نهائيا. كم كالوريز هذا؟ 5 كالوريز. المشروب هذا فيه 5 كالوريز بس. واو، مع ليمون، تعصر عليه ليمون يطلع شيء جبار مرة. طبعا هذه المشروبات او الاشياء كذا خلطات دائما اسويها بسناب شات حقي، دائما عندنا مشروب اليوم، فاذا حاب تروح وتشوف مشروبات اليوم بهذا راح نحط معاه ليمون وبرتقال ونسوي منه واحد يكون مرة مركز ونصير نستخدمه مع مشروباتنا. هذا بصراحة بعطيه 8. احس انه مرة واو. اوكي بديت اشبع، قدامي 3 والله قدامي مشروبات واجد. اروح اللي بعده. اوكي الحين بيجي لواحد من المشاريب اللي بصراحه مره حبيتها واعطيته تقييم مره عالي، وابغى اذوق طعمه كيف بيكون لو كان مشروب غازي، اللي هو الانرجي درينك. هذه في ناس قالوا لي انها اسمها اساي وانا اقولها اكاي. اكتبوا لي تحت في التعليقات وش النطق الصحيح، لانه بصراحه ما اعرف. هذا اللي هو طبعا الاساي والاكاي بلو بيري انرجي درينك. هذا مشروب طاقه فيه 120 ملغ كافيين، اي ان الان انا بشرب مشروب فيه 120 ملغ كافيين، وفي نفس الوقت بسويه مشروب غازي، وفي يعني في اشياء كثيره بتكون موجوده. في نفس الوقت انت الان استاذي تقدر تسوي مشروب غازي صحي 100%. اوكي ما ابغى اكثر زياده، خلي يكون مركز. انا ما ادري يعني الان احس اني قاعد اخاف ان اركز المشروب مره ويطلع كذا، عرفت؟ فبسم الله. اوكي الان هذا هو المشروب، مليان غاز زي ما تشوفوا ما زال. بسم الله. واو طعم الاكاي الاساي whatever it is مره يبان مع التفجرات اللي تطلع من اللي هو الكربونيشن او ثاني اكسيد الكربون، قاعده تعطي شيء مره بطل. واو والله مو قاعد ابالغ، مره حلو. او ماي جاد مره حلو. 9.7. هو اوريدي انا اعطيته 9، ولكن مع هذا المشروب صراحه معلش بس تقييمه يرتفع. مره لذيذ مره، خصوصا ان هالمره خليته مركز اكثر. ما ادري هو الاول ثاني ولا شيء ثاني، بس انه لذيذ والله مره لذيذ. I love it. خروح اللي بعده. اوكي الحين خلونا نجرب الدراجون فروت. واحد من المشروبات اللي حبيتها مره، جربتها طبعا بالسناب شات ما جربتها باليوتيوب، بس انه مره لذيذ. طبعا هو مشروب على بنكهه فاكهه الدراجون فروت، وفي نفس الوقت مشروب طاقه نفس اللي تونا جربناه. اتوقع انه بيكون شيء بطل، لانه بصراحه نكهته كمشروب كانت مره بطل، يعني مو قاعد ابالغ. مرة مركز صار والله. ريحة الدراجون فروت ما هي طبيعية، مرة قوية. بسم الله. واو او ماي جاد،
واو اوكي. لا ماني والله ماني قاعد ابالغ. ما هو حالي، ما في سكر اتوقع ستيفيا ولا في اي شيء. ما اتوقع انه في سكر ستيفيا، ما في محليات، ما في شيء. اي ان انت قاعد تشرب مشروب بنكهه دراجون فروت. واو او ماي جاد، مره لذيذ، مره حلو. دراجون فروت فليفر مع المشروب. يعني شوف، يعني مشروب غازي بنكهه دراجون فروت، اتحداك اذا شفته في حياتك من قبل. ما في امل شوف مشروب غازي بنكهه دراجون فروت الا في قناه شخبار. بس ليش يا ترى؟ شخبار ملعين حبيبي، ما في هنا الان. احنا هنا نخترع اشياء، اخترعنا من قبل مشروب غازي بنكهه البصل وايس كريم بنكهه الطماطم مع اوكي نكمل. مره لذيذ، مره حلو، نكهة مختلفة عن أي شيء جربته من قبل. lack of sweetness، إنه ما في طعم الحالي. هذا بصراحة بروحه خلاه يكون ليفل مرة أعلى. I'm sorry بس خلاه يكون شيء جبار مرة. حبيته مرة. إلى الآن هذا منتج اليوم. بصراحة أشوف حالي دائما أشربه، أشوف حالي دائما أسوي لي المشروبات هذه. أنا تذكرون الغراش اللي كانت عندي اللي تنفك من تحت، هذه أقدر أحفظ فيها مشروبات غازية، فأقدر أسوي لنفسي مشروب وأشربه يوم ثاني أو يوم ثالث. يعني تتدبر. بس بشكل عام مشروب غازي مره حلو بنكهه الدراجون فروت. هذا شيء ما قد صار من قبل. اما الان 9.8 بصراحه. الان خلونا نجرب الهوايان بانش وايلد بيربل سماش. هذا بيكون شيء جبار، خلينا نجربه الان. اوكي طبعا الهوايان بانش بكل نكهاته وكل انواعه مره مشهور في امريكا، ولكن ما هو مشهور كمشروب غازي. مشهور من انك تشتري درينك عادي او مشروب عادي، او انك تشتري سينجلز تو جو او الظروف هذه. فانا الان راح اسوي منه مشروب غازي، فبنخليه مركز زياده لانه هو اساسا نكهته حلوه وفيها حموضه، فلو خليته مركز زياده احس بيكون مره احلى. يعني يا اخي ما ادري ليش شريت بس 16 علبه. انا عندي كميه في الثلاجه بس ودي صراحه لو اني شريت اكثر. طبعا اجين لا تصب المشروب مباشره يعني على المياه الغازيه، لان يعني بودره مباشره على المياه الغازيه ما راح تكون كويسه. راح نجربها بعد شويه عشان اوريكم وش اقصد انا او وش الشيء اللي راح يصير، لان انت راح تخسر كميه ستيم كبيره جدا. زي ما تشوفوا اساسا انت اساسا قاعد تصبه، لانه قاعد تصبه وهو مركز وفي نفس الوقت يبدا يطلع، او تبي تلاحظ ان في كميه غاز كبيره قاعده تطلع. فما بالك لو ان انت مباشره صبيت من الظرف. فبسم الله. اوه نايس. اوكي بس احس انه هو اوريدي نكهته قويه، مع الكربونيشن تصير نكهته اقوى، فما هو افضل شيء بالنسبه لي. didn't like it much، ما حبيته مره. في نكهات، خلينا نجرب هذا. احس هذا بيكون قوي. وايلد ستروبري فراوله. اوكي الحين خليني زي ما قلت لكم انه مباشره بصب المشروب هنا عشان اوريكم الشيء اللي كنت اقصده. الان حبه من هذا. اتمنى بصراحه انه يعني ما يفوض، او يعني اتمنى انه يعني نكتشف شيء جديد. اوه ما فاض. بس وش المشكله الحين؟ ان انت بتخلطه مره كثير. هنا المشكله، هذه المشكله اللي اقول لكم عنها. انت الان قاعد تخسر كميه، شوفوا زي ما وما يذوب كامل. زي ما تشوفوا انت راح تخسر كميه كبيره جدا 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 من الكربونيشن، وفي نفس الوقت ما هو قاعد، تشوفوا انه في قطع، فما هو قاعد يذوب بشكل كويس. بس نكهته مره جباره. حامض، ما هو حالي، حامض مره نايس لذيذ. بس في نفس الوقت ما ادري، حسيت انه في يعني ما هو مره غازي، يعني ما هو نفس اللي سويناهم قبل. انه يا زي ما شفتوا هي تجربة كانت. خلينا نشوف في مشروبات. في عندي مشروبات سانكست كثيرة مرة. أنا ماني مرة مع السانكست بصراحة، ولكن أبغى أسوي مشروبين زيادة. سانكست إذا تبغون تشوفونها بسناب شات إن شاء الله راح نسويها، ولكن ما حبيت إني أكثر سانكست لأن بشكل عام نكهاتها راح تكون نوعا ما متقاربة. في عندي اللي هو النكهات هذه ثنتين، في عندي أيضا اللي هو هذه النكهة، في عندي باكج يجي فيه 4 نكهات، من كل نكهة 10 حبات. في النكهات هذه 3 مع بيتش أو خوخ. أحس بنجرب نسوي الخوخ، فخلونا نسوي الخوخ من هنا. الان ابي اجرب. انا ما كنت صراحه بجرب شيء سانكست زياده، بس احس اللي على خوخ، انا ما قد جربت سانكست على خوخ، فاحس انه بيكون واو. الفرايتي باك اخي مره احبهم هذول الفرايتي باك. اوكي خوخي سبيتش. اوكي بيتش. ريحته از سمثينج والله. اوه المشروب بيكون لونه مره حلو بصراحه، بس احس اني حطيت زياده مياه غازيه، ولكن بنشوف الان. بيوتيفول قسما بالله يا رجل. شوف الشكل، اوه ماي جاد شوف الشكل. مشروب غازي مره بطل شكله. واو. تصدقون ما هو حالي مره، ما هو حالي يا ما هو حالي ابدا. واو النكهه مره حلوه مره غنيه، وقاعد تخليها تقول بق بق يعني. بس بشكل عام صراحه مره لذيذ. سانكست تصدقون انه بديت اغير نظرتي شويه عنها. اللي بعده راح نسوي بلاك تشيري لايميد من شركه ترو، اللي هي هذه الشركه طبعا. فيا احس انه يعني لايميد بنكهه او مياه غازيه لايميد
ما ادري، بس هذا بصراحه مره حلو. بس عن نفسي صراحه عشان اكون معكم صريح، تمنيت لو كان في شويه حلاوه، كان راح يكون بصراحه احلى، خصوصا انه مشروب خوخ. مشروبات الخوخ بالعاده سواء نكتار، عصير او يكون فيها طعم سويتنس، تكون فيها شويه حلاوه. هذا ابدا ما نضايقها، ولكن الناس اللي تحب المشروبات الغازيه اللي ما فيها نكهه حاليه او ما فيها نكهه حلاوه او بتشوف ان هذا بصراحه احلى. خلينا الحين نسوي هذا المشروب ومشروب زياده ونختم. اوكي خلينا نسوي المشروب هذا. I don't know، ما اشوفه ماني متحمس له مره بصراحه، خصوصا ان الليمونيد او اللايميد ما ادري يعني ما احسه بيكون افضل شيء كمشروب غازي. كل عام الليمونيد او اللايميد يعني الناس ما تفضله مشروب غازي جدا، الناس تفضل تشربها فلات اكثر، اي ما فيها كاربونيشن. ولاحظت هذا الشيء بجميع انواعها، سواء كان بينك ليمونيد، ليمونيد عادي. بخلي شويه مركز، هذا احس انه بيكون يعني ديليشس. الحلو في المشروب هذا او في ريتا نفسه، ريتا بلاك اللي هو هذا، ان الكربونيشن فيه مره عالي لدرجه ان اساسا يعني لما انت تخلط او تصب او يطلع ستيم ما زال يعطيك شعور ان انت توك تسوي المشروب او توك كانك توك فاتح العلبه. وهذا الشيء بصراحه مره كويس، لان الان انت لازم تخلط وتعطيه خلطتين ثلاث، بعكس لما تحط الظرف مباشره. بسم الله. كمشروب غازي مرة سيء. اوكي اخر واحد راح يكون من شركة ستاربست. I don't know، ستاربست جربنا منها اشياء كثيرة وكلها كانت سيئة بصراحة. ما بقول سيئة مرة، في اشياء منها كانت مقبولة نوعا ما، بس هذا ما ادري يعني ما جربت تشيري. الحلاوة التشيري عندهم صراحة مرة بطل، ولكن كمشروب احس اني ما جربت، خلينا نجربه. اوكي مشروبنا الاخير اللي ما هو راضي يوقف، يعني لا بالطيب ولا بالقوة ينفع. بسم الله. اوكي ريحة الحلاوة اللي على جبت العيد. ريحة الحلاوة اللي على تشيري مرة مركز، واضح انه مرة يطبع، وانا مرة خايف من العيد، لان هذه الاشياء لو طبعت في يدي للابد متيم صاحب الاصبع الاحمر بيسمونه. ما ادري احس معناها غلط. والله شربت مشروبات غازية مرة كثير. صب المشروب المركز. لا لازم تصبه بشويش، شيء مهم انك تصبه بشويش. يعطيه خلطة بسيطة زي ما تشوفوا، ما زال جدا غازي المشروب. بسم الله. نايس. اوكي حالي في طعم السكر، طعم الحلاوه نفسها. كمشروب غازي حلو، ولكن بشكل عام مشروبات ستاربست هذه مره حاليه بالنسبه لي، فما احبها. طعمها طعم حلاوه فاكيد بتكون حاليه. بعطي صراحه 4. اللي قبله الليمونيد 0. الخوخ بصراحه 4.5. طيب اكتب لنا تحت في التعليقات وش المشروبات اللي تبغى نجربها، بما ان الان عندنا يعني سبلاي او يعني كذا يعني عده من وش زين، عندنا كميه ما تنتهي من المشروب هذا. اللي اتمنى بصراحه ما يقطعوه، لانه بصراحه راح يفيدنا مره الى ان نسوي مشروبات اكثر. اكتب لنا تحت في التعليقات اذا تبغى جزء ثاني، وش النكهات، وش الاشياء اللي تبغى نحولها الى مشروبات غازيه، بحكم ان الان عندنا الطريقه الاسهل الى ان نسوي اي مشروب الى مشروب غازي. تيم بن عبد الله. واجين ادري تاخرنا بصراحه، حالتي الصحيه مره ساءت في اخر كم يوم، فكنت ما اقدر انزل فيديوهات اول باول. ولكن ان شاء الله الان مع عوده اليوتيوب، مع نهضه اليوتيوبرز، الكل رجع، كل يوتيوبرز كبار، كلنا رجعنا لأن نبغى المشاهد يشوف محتوى حلو. ملينا من المحتوى المقرف اللي قاعد نعرض في السوشيال ميديا. محتوى كثير صاير سيء، ذائقة المشاهد أكبر من إن تعال نعرض لها المحتوى هذا. نبغى المشاهد يكون المحتوى اللي يشوفه مرة حلو. كلنا نرجع، سواء كنت مريض مو مريض برجع، لأن أنت أستاذ تستحق محتوى أكثر وأحلى من اللي قاعد ينعرض. طبعا ما أتكلم عن الجميع، ولكن أتكلم على فئة مرة كبيرة. فهذا اللي كان عندنا اليوم. لا تنسون لايك سبسكرايب وشير، نرجع قريبا جدا. كان معكم تيم بن عبد الله. سلام.